النهارده عملت طبق فراخ برز البسمتي يا قمرات، طلع تحفه تحفه تحفه. بصي الفراخ دايبه دوب كده بجد، كان طعمها خطير. هقول لكم سريعا انا عملتها ازاي. ماشي، اول حاجه انا عايزه اقول لكم ان الوجبه دي كان ناقصها شويه حاجات كده في التوابل، بس مش مشكله، انا بشتغل باللي موجود. مفيش حاجه بقول لها لا. تمام، هنا اديت للفراخ صدمه وشوحتها تشويح حلوه جدا كاني محمراها. تمام، دي اهم حاجه عشان الزفاره تروح من الفراخ. لازم سواء انت هتعملي الفراخ مسلوقه او اي حاجه لازم تدي الفراخ صدمه. تمام، وبعد كده نزلت عليها بالميه السخنه. مش مليتها، يعني انا مش خليتها كلها مليانه ميه سخنه. تمام، وهنا حطيت التوابل بتاعتي، هكتب لكم في الكومنت هي ايه كل التوابل اللي انا حطيتها. زي ما انتم شايفين وايه. وهنا طبعا انا حطيت كاري وبصل بودر وشويه حاجات كده هكتبهم لكم، ونزلت بيهم بنصهم على الفراخ وهي بتستوي. وبعد كده غطيت عليها وخليتها تستوي على نار هاديه. انا بحب دايما اسوي الاكل على نار هاديه. تمام، وعايزه اقول لكم استوت نص سوا وشلتها ورفعتها هي والصوص اللي فيها. الصوص كان خطير خطير يا بنات. وبعد كده هنزل في نفس الطاسة وحطيت شوية زيت، وبعد كده نزلت عليهم بالبصل. شوحته تشويحة بسيطة، وكنت ببشر الجزراية نزلتها عليها، وبعد كده كمان معلقة صلصة نزلتها عليهم كلهم. وبعد كده هنزل بالصوص اللي هو بتاع الفراخ عليهم. وبعد كده كنت نقعت رز. طبعا الرز يا جماعة اللي انا جايباه مش احسن حاجة، الرز ده طلع مش حلو اساسا. الرزاية لازم تبقى طويلة كده وحلوة. طبعا مش مشكلة مش مشكلة، المهم نعمل باللي موجود. ماشي، وبعد كده غطيتهم بقى ووطيت النار خالص. وبعد كده عملت فحمية، الفحمية وديتهم في حتة تانية خالص. كان طعم الفراخ تحفة ورز طعم خطير بجد، لازم تجربوها لازم.